السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الفيديو تاع اليوم راح نحضروا أكلة جزائرية تجي بزاف بنينة، اللي هي لوبيا ماشطو ولا لوبيا الخضراء ولا زاليكو، كل واحد نورمالمون كيفاه يقولها، تختلف الأسامي. درتها لكم بالبصل والطوماطيش بالدجاج كيما تقدروا ديروها باللحم ولا ديروها بالدانت، تجي بزاف بزاف بنينة، تجي عسل. تقدروا ديروها للدار توالم تان في ايامات الصيف باسكو أكلة خفيفة، ومام توالم حتى للضيوف، توالم في شهر رمضان. راح نشارك معكم الطريقة ديالي بالتفصيل، نقول لكم حبيباتي بقاو معايا وما تنسوش تبداو لي لا فيديو بهذاك الجام فضلا وليس امرا. هنا خياتي في الطنجره ديالي كنت درت شويه تاع السمن، درت نص مغرف كبيره تاع السمن ودرت الزيت. هاد الاكله تحب تجي شويه ميدمه، وانا الاطباق الجزائريه التقليديه نحب نضيف لهم السمن، راح تعطيهم النكهه. يعني راح السمن ديالي راح يمد نكهه بزاف بنينه للطبق ديالي. كيما راكم تشوفوا خياتي، كان بعد ما داب لي السمن وسخنت لي هذيك الزيت، كنت ضفت لي مرسو تاع الدجاج ديالي. كيما قلت لكم تقدروا ديروا اللحم وتقدروا ديروا حتى الداند. من بعد ما تقلى لي هذاك الدجاج ديالي مليح، هنا كنت حكمت 3 حبات تاع بصل متوسطين اللي كنت قطعتهم شرائح كيما راكم تشوفوا، وضفتهم على الدجاج ديالي، وخليت حتى البصل ديالي دبال. هنا كيما قلت لكم خياتي، بعد ما دبال البصل ديالي جيت هنا نضيف اللوبيا ماشطو. انا اللوبيا ماشطو ديالي عندي نغسلها نقيها نقطعها ونديرها في الكونجيلاتور. اني راح تبقى لي جديده كيما راكم تشوفوا، انا كنت جبتها من الكونجيلاتور. هنا نجي باش نبدا نتبل في الاكله ديالي، كنت درت الملح وندير شويه فلفل كحل ونخلي كلش يتقلى مليح. هنا بعد ما تقلى لي كلش مليح كيما راكم تشوفوا ودابت لي كامل هذيك عاود طلقت، يعني هذيك اللوبيا الماشطو ديالي باسكو شفتو كانت كونجلي. هنا نخلوها حتى طيب اللوبيا ماشطو، باسكو انايا اللوبيا ماشطو هاني درتها هكداك خضرا، ما فورتها ما غليتها. كيما راكم تشوفوا خياتي، هنا بعد ما طابت لي هذيك اللوبيا ماشطو ديالي، هنا كنت حكمت 2 حبات تاع طوماطيش متوسطين، كنت غسلتهم نحيت لهم القشره نحيت لهم الزريعه، قطعتها صغيره وضفت عليهم 3 سنينات تاع الثوم اللي كنت قطعتهم كيما تقدروا تسكرفجوهم، ونضيفهم للطنجره ديالي. كنت ضفت عليهم نص مغرف كبيره تاع فلفل عكري ونص مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع الباطا، ونخلي كلش يتقلى مليح حتى طيب لي طوماطيش. بعد ما طابت لي الطوماطيش نجي نمرق بالماء اللي يكون سخون. هنا ما نمرقوش بزاف كيما راكم تشوفوا، يعني ما نديروش الماء حتى وين تتعمر الطنجره ديالي كيما راكم تشوفوا خواتاتي، ونخلي كلش يطيب بالعقل. ومن بعد راح تشوفوا اللوبيا ماشطو ديالي بعد ما توجد. كما قلت لكم تجي بزاف بنينه. ما تنسوش خياتي تخلوا لي جيم لا فيديو، خلوا لي تعليق شباب. صراحه ما كاش كامل التفاعل بارابور بالنسبه يعني للمشاهدات، ما كاش كامل لي جيم، ما كاش كامل التعاليق. ماذا بيا طلعوا لي شويه لا فيديو. كما راكم تشوفوا خواتاتي، هنايا بدات تتقالي لاصوص، دوك نزيد لها واحد ل5 دقائق برك ونطفي لها وراح تشوفوها معايا. وهاي حبيباتي اللوبيا ماشطو ديالي كيما راكم تشوفوا تجي بزاف بنينه، ونتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديالي وتجربوها. وهنا خياتي هاي اللوبيا ماشطو ديالي هنايا كانت بعد ما وجدت. كيما قلت لكم لوبيا ماشطو بالبصل والطوماطيش، طبق بزاف خفيف ويجي بزاف بنين بنت عسل. ان شاء الله تكون عجبتكم حبيباتي. ما تنسوش تخلوا لي جيم لا فيديو، خلوا لي تعليق شباب، واللي كانت اول مره زارت القناه نقولك ما تنسينيش في الاشتراك وفعل الجرس. تلاقوا في فيديو اخر، والسلام.